يعني ايه افعال شاذة في اللغة الألمانية؟ هي واضحة من اسمها. شاذة يعني بتخرج عن القاعدة اللي بنمشي عليها في تصريف الافعال العادية، الافعال المنتظمة. الافعال المنتظمة بنصرفها بان احنا بنضيف حرف او حرفين في تصريف الفعل، زي فعل ماخن. لو بقول ich mache، انا افعل، زودنا حرف الايه للفعل او لجذر الفعل، اصل الفعل. du machst، أنت تفعل. er وإس وزي، هو والمحايد وهي. macht، ضفنا ت لآخر الفعل. wir، نحن. machen، ضفنا ان. زي بمعنى هما، machen. زي بمعنى حضرتك، machen. ihr بمعنى أنتم، macht، ضفنا ت لآخر الفعل. وهتلاقي شرح تصريف الأفعال المنتظمة في فيديو كامل في الوصف. الأفعال الشاذة ما بتمشيش بالقاعدة دي، وملهاش قاعدة ثابتة تمشي عليها. تصريف كل فعل مع الضمير بيتحفظ زي ما هو. ومن أهم الأفعال الشاذة في اللغة الألمانية فعل زين، يكون. فعل زين لما بنصرفه مع الضمائر، حروف الفعل كلها بتتغير، ملهاش قاعدة ثابتة، وبيبقى ich bin، أنا أكون. du bist، أنت تكون. er وإس وزي، ist، هو أو هي أو المحايد يكون. wir sind، ihr seid. wir نحن، sind نكون. ihr أنتم، seid. sie بمعنى هما، sind. وزي بمعنى حضرتك، sind. زي ما أقول في جملة ich bin müde، أنا أكون متعب أو مرهق. bin هنا بمعنى يكون، بس الفعل اتصرف مع ich إنه فعل شاذ عن القاعدة، فليه تصريف لوحده بيتحفظ زي ما هو. du bist freundlich، أنت تكون ودود. ومن أهم الأفعال الشاذة برضو فعل haben، يملك. بنقول ich habe، أنا عندي. du hast، أنت تملك أو أنت عندك. er وإس وزي، hat، هو وهي والمحايد. wir نحن، haben. ihr habt، sie بمعنى هما، haben. sie حضرتك، haben. فبنقول مثلا ich habe ein Auto، أنا أملك سيارة. du hast Zeit، أنت لديك وقت. wir haben viele Freunde، نحن لدينا أصدقاء كثيرون. ودول أهم فعلين والأكثر استخداما من الأفعال الشاذة في اللغة الألمانية: فعل زين، يكون، وهابن، يملك.